جديده وفي قاعده كبيره والايام قدامنا. يعني انت لو كم حكم السنه دي ظهر؟ عندنا اكثر من 33 حكم بيلعبوا في الدوري الممتاز او 34 حكم، ولسه كمان في اسامي لاول مره تشارك في الدوري الممتاز، حوالي 12 واحد. 12 من ال 33 طبعا، يعني حوالي الثلث. طبعا الثلث نسبه وبعدين لما جدا. تيجي تحسب حضرتك في اي دوله من دول العالم بيلعبوا الدوري بكام؟ اسبانيا مثلا 14 بيلعبوا 16 حكم، انجلترا نفس الكلام، لان ليس من المصلحه ان نزود عدد الحكام لعدد المباريات البسيطه. لو خليت 50 حكم بيديروا الدوري على 8 ماتشات يبقى الحكم يلعب كل 6 اسابيع ماتش، ما يبقاش حكم. ولا ايه رايك؟ انا رايي كده، بس نشوف راي ايمن الجمل، ممكن يكون عنده راي تاني. اتمنى يا جماعه، بس يعني اخطاء الحكام ورده، ما بقولش لا ورده، بس هل ورده ضد الوان والوان؟ ده السؤال اللي يهمني الاجابه عليه. اخطاء الحكام ضد الوان وفي مصلحه الوان، الكلام ده مش منطقي. خلوا يا جماعه في تكافؤ فرص يا جماعه، حرام كفايه كده. بقى لنا ماتشين بنخسر باخطاء تحكيميه. هدف ماتش المصري ضربه مرمى واضحه جدا، وهدف النهارده من التسلل واضح. يعني انا متعادل بفكر في مكسب، تحطيني تحت ضغط هزيمه، بفكر في تعادل وفكر في مكسب. انت هي اللعيبه انا عايز انا كل اللي طالبه من كل مسؤول في كره القدم في مصر ان يخلوا فرقه ضد فرقه، بلاش نلعب ضد فرقه وحكام. فرقه ضد فرقه. حطيت ايمن الجمل في مأزق دون ان تدري. انا؟ ليه؟ انا داخلين على عيد. انا ما شفتش الكلام ده، وبالتالي هيقدم هذا الكلام لجنه المسابقات وهياخد عقوبه، لانه لا يجب عناصر اللعبه لا يجب ان ينتقد احدهم الاخر. ده ناحيه انضباطيه. يعني انا كحكم او كمسؤول لجنه حكام ما اقدرش اقول ان ايمن الجمل لعب 4-2-4 ليه، كان لازم يلعب 4-3-3. مش شغلتي. هو كمان ما يتكلمش عن التحكيم ولا يقول ان التحكيم ماشي في اتجاه واحد، لسبب بسيط. في نفس المباراه اللي كان فيه خطأ ضد الاسماعيلي، الكوره كانت على الناس كتيره جدا قالت انها جوه، قال بتاع شادي محمد قالوا انها جوه، في ناس قالت انها بره. كان يستطيع الحكم ان يقولها جوه.